بعد الجولة التانية كأس العالم ده بيثبت إنه بجد أكتر كأس عالم ممكن يكون فيه حماس يمكن في التاريخ. لأول مرة إن بعد ما أول جولتين في كأس العالم يخلصوا فرقتين بس بيضمنوا الخروج وثلاث فرق بس ضمنوا الصعود لدور ال 16، ودي لأول مرة بتحصل في تاريخ كأس العالم. وعشان أوريكم قد إيه الموضوع ده فعلا غريب، كأس العالم اللي فات المجموعة بتاعتنا إحنا بتاعت مصر لوحدها كان بعد تاني جولة فرقتين ضمنوا الصعود وفرقتين ضمنوا الخروج. اوروجواي وروسيا ضمنوا، ومصر والسعوديه ضمنوا ان هم مروحين. وده اللي خلى ان الماتشين اللي في الجوله الثالثه في المجموعه دي ما لهمش اي لازمه، ماتش ودي وماتش تحصيل حاصل. ده غير اصلا ان كان في فرق تانية ضمنت الوصول وفرق تانية ضمنت الخروج في بقيه المجموعات. الزياده بقى ان الثلاث فرق اللي ضمنوا يوصلوا والفرقتين اللي ضمنوا ان هم يخرجوا كلهم في 5 مجموعات مختلفة. وده معناه ان ال 16 ماتش اللي هيتلعبوا في الجولة الثالثة على الاقل فيهم فريق واحد ان ما كانش في معظم الماتشات الفرقتين عندهم فرصة ان هم يتأهلوا. وده هيعمل لنا 16 ماتش حماسي عمرنا ما شفنا كده قبل كده، لا في اي كاس عالم ومتهيألي ولا في اي بطولة تانية. وفعلا ممكن يكون التنافس اللي موجود في كاس العالم ده هو اللي وصل ان في 17 ماتش من ال 32 اللي اتلعبوا لحد دلوقتي الشوط الاول خلص 0-0. اهم بقى حاجة حصلت في الجولة دي، وبصراحة حاجة اكيد بسطتنا كلنا جدا، ان افريقيا اخيرا فات. منتخبات افريقيا الخمسه بعد جوله اولى محبطه جدا ما جابوش فيها غير جونين ونقطتين، في الجوله الثانيه دي منتخبات افريقيا فجاه صحيت وجابوا 10 نقط ودخلوا 11 جون عشان تبقى اكتر جوله في تاريخ كاس العالم المنتخبات افريقيه تجيب فيها جوان ونقط. فبالتالي لاول مره في التاريخ ان الخمس منتخبات الافريقيه عندها فرصه تتاهل في الجوله الثالثه. بصراحه منتخب تونس فرصته قليله، وكمان هيلاعب منتخب فرنسا. منتخب فرنسا هيبتدي ينزل الاحتياطي، بس الاحتياطي بتاعه تقيل جدا برضه. ونفس القصه منتخب الكاميرون، حتى بعد ما عمل ريمونتادا خطيره في البطوله ورجع من 3-1 وتعادل 3-3 مع صربيا، عنده ماتش مع منتخب البرازيل. وادينا شايفين منتخب البرازيل الاحتياطي بتاعه عامل ازاي. ففرص بصراحه تونس والكاميرون ممكن تكون قليله، لكن السنغال عندها فرصه كبيره جدا. المغرب ممكن في رايي عندها اعلى فرصه، وغانا عندها ماتش يعني انتقام مش عادي من الأوروجواي بعد اللي حصل من لويس سواريز وطلع الكرة بإيده، إنها تقدر لو كسبت أوروجواي تخرجها من كأس العالم وتوصل هي أخيرا لدور ال 16. نتكلم بقى على الثلاث منتخبات اللي وصلوا وتأهلوا لدور ال 16. فمنتخب فرنسا أول منتخب اتأهل بعد ما كسب بصعوبة شوية منتخب الدنمارك 2-1. كيليان امبابي جاب الجونين لمنتخب فرنسا علشان يوصل انه يبقى جايب لمنتخب فرنسا 31 جون ويعادل رقم زين الدين زيدان. طبعا يعني حاجه رهيبه ان كيليان امبابي عنده نفس اجوان زين الدين زيدان، وكيليان امبابي لسه 23 سنه. كنا لسه بنتكلم ان جيرو تعادل رقم انري كاكتر لعيبه جابت اجوان لمنتخب فرنسا. امبابي متهيألي قدامه مثلا كام شهر كده ويعدي الاثنين. منتخب البرازيل نجح انه اخيرا يقدر يكسب منتخب سويسرا اللي كان بصراحه بيلعب ماتش دفاعي منظم جدا، بس في الاخر جوده لعيبه منتخب البرازيل فرقت وكاسيميرو جاب جون بصراحه حلو جدا. فمنتخب البرازيل كده يبقى بقاله لاول مره في تاريخ كاس العالم 17 ماتش ورا بعض في دور المجموعات بدون خساره. اخر مره خسر في دور المجموعات كان زمان وقت كاس عالم 98. اخر فرقه بقى من الفرق المتاهله منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو. منتخب البرتغال كسب اوروجواي وانتقم من خروجه منها في كاس العالم اللي فات، وبرغم تصميم رونالدو ان هو اللي جاب الجون الاول فبرونو فرنانديز هو اللي جاب الجونين بتوع البرتغال عشان يبقى اللعيب الوحيد في البطوله لحد دلوقتي اللي جاب اكتر من جون واكتر من اسيست. جاب جونين وعمل 2 اسيست. طبعا قطر واحده من المنتخبين اللي ضمنوا الخروج من كاس العالم. فقطر كده بقت تاني فرقه في تاريخ البطوله تنظم كاس العالم وتخرج من دور المجموعات بعد ما جنوب افريقيا خرجت في سنه 2010. حاجه بقى غريبه جدا ان لحد دلوقتي في ال 32 ماتش اللي اتلعبوا في كاس العالم مفيش ولا ضربه حره مباشره دخلت جول. يعني كان يمكن يبقى عندنا واحده اللي هي بتاعه المغرب وبعدين قالوا لا رومين سايس لمسها قبل ما تخش، فلحد دلوقتي ولا واحده دخلت جول. لو بصينا على كاس العالم اللي فات بعد 4 ايام بس كان 3 دخلوا جوان. فاكرين بتاعه رونالدو طبعا قدام اسبانيا، جولوفين جاب واحده لروسيا وكولاروف جاب واحده لصربيا. في شويه لعيبه بصراحه طلعت اتكلمت قالت ان الكوره الجديده بتاعت اديدس اللي معموله لكاس العالم بتطير عالي شويه لما تعلى من على الارض،
وممكن يكون هو ده التفسير بصراحة، لأن مش لاقي أي تفسير إنه ولا ضربة حرة مباشرة بتدخل جون. وفعلا في خلال كأس العالم ده إحنا شفنا كور كتير شوطات من بره منطقة الجزاء طارت عالي جدا، وده يودينا للرقم الجاي والقصة الجاية. ليونيل ميسي في أصعب ماتش في تاريخه مع منتخب الأرجنتين نجح إنه يجيب الجون الأول والأرجنتين تكسب 2-0 عشان يفضل عندها أمل للتأهل لدور ال 16. ليونيل ميسي جاب الجون الوحيد في البطولة لحد دلوقتي اللي من بره منطقة الجزاء، ولكن اللي ميسي عمله إنه شاط الكورة ماشية متزحلقة على الأرض. فهل ميسي كان عارف إن الكورة بتعلى فعشان كده قرر انه يشوطها على الارض، لانه عارف انه لو شاطها عالي شويه ممكن تعلى منه وتطلع بره؟ حاجه كده نخلي عيننا عليها في بقيه الماتشات بصراحه. هل لانه مش طبيعي ان يبقى في 32 ماتش شوطه واحده من بره منطقه الجزاء اللي تخش جون ولا ضربه حره مباشره دخلت جون لحد دلوقتي؟ قبل ما كاس العالم يبدا اتكلمت على منتخبين مفروض قيمتهم عاليه بس مشكلتهم ان ما عندهمش سترايكر صريح، منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا. الجوله الاولى منتخب اسبانيا ورينا انه ما عندوش مشكله انه يلعب من غير مهاجم وعمل ماتش رائع قدام كوستاريكا وكسب 7. لكن المانيا وريتنا ان عندها مشكله انها تلعب من غير مهاجم وخسرت من اليابان 2-1. فلما الفرقتين اتقابلوا في الجوله دي الاثنين بداوا من غير سترايكر واضح وصريح في التشكيله. وعلى قد ما منتخب اسبانيا كان شكله حلو الشوط الاول وبيلعب بطريقه لويس انريكي التيكي تاكا واللعب التمركزي شويه الحلوه اللي هو بيلعب بيها دي، على قد ان هو برده ما عرفش يترجم الاستحواذ ده للجوان الا لما نزل الاسترايكر الوحيد اللي عنده الفارو موراتا وجاب له الجون. فرد عليه المدير الفني هانز فليك بتاع منتخب المانيا وقام منزل فولكريج الاسترايكر الوحيد اللي حيلته وقام جايب له جون التعادل. هل حتى لو عند الفرقتين دول ان المهاجمين بتوعهم مش قد كده بس وجودهم مهم، هل يلعبوا بيهم ولا لا؟ يمكن لألمانيا المشكلة مش كبيرة قوي لأن بصراحة أدائهم في كأس العالم لحد دلوقتي ما هواش قد كده. بس أسبانيا لو جينا بصينا على الماتش هنلاقي إنها كانت بتلعب أحسن من غير ألفارو موراتا، وبالرغم من إنه جاب لهم جون ده اللي وصل إن استحواذ منتخب ألمانيا يزيد وفي الآخر ألمانيا تتعادل. فنحب نبص كده في الماتشات المهمة اللي هتيجي بعد كده لو أسبانيا عدت لدور ال 16 لويس إنريكي هيلعب بمهاجم ولا من غير مهاجم؟ اخر رقم بقى هتكلم عنه في الجولة دي وده رقم لمنتخب كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية خسرت في ماتش بصراحة كان رائع قدام غانا 3-2، ولكن كوريا في الماتش ده عملت رقم قياسي انها عملت 35 رفعة من خلال لعب مفتوح مش كورنر ولا ضربة حرة ولا حاجة. 35 رفعة 15 منهم وصلوا للعيب من كوريا واثنين منهم جابوهم جول، وده رقم عمره ما حصل في تاريخ كاس العالم قبل كده. ويورينا انه على قد ما طول القامه بتاعت المنتخبات الافريقيه دي حاجه مهمه، على قد ما التمركز الارتقاء وجوده الاوفر نفسه جوده الرفعه اهم بكتير. عشان لما نيجي بعد كده احنا كمنتخب مصر نلعب قدام المنتخبات الافريقيه دي ونقول بلاش نلعب كوره عاليه علشان هم اطول مننا فمش هنجيبها، متهيألي منتخب كوريا ورينا ازاي نعملها. دي كانت أهم وأقوى أرقام حصلت في الجولة الثانية الخطيرة بصراحة من كأس العالم. وعندنا بقى بعد كده الجولة الثالثة اللي أنا أتوقع هتبقى من أحسن الجولات اللي حصلت في تاريخ كأس العالم، لأن ببساطة شديدة 27 منتخب من ال 32 عندهم حاجة يلعبوا عليها، وده اللي عمره ما حصل قبل كده. فخلونا نشوف بقى مين منهم هيوصل لدور ال 16 وأشوفكم الحلقة الجاية.